انا افتح فيه راجل خدت الحاجات دي كلها عشان ياخدها، لكن ممنوع اقمار صناعيه شغاله وما اخليك تاخد مليمه. هرفض 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 هرفض. جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد. انا اتحداه لو في حكومه، في عدل، في قانون، انا اقول الزول ده اخذ الميزانيات دي كلها ما صرفها. كلامي ده لو غلط افتحوا لي بلاغ. انا اتحدى الوالده خلي يفتح بلاغ، وانا لو كذاب بعدين شوفوا افتحوا فيه بلاغ. راجعوا الميزانيات، جيبوا مراجعين ناس صادقين، راجعوا الميزانيات دي راحت وين؟ قروش المحليات راحت وين؟ استغل الضباط الاداريين في المحليات قال لهم ما تصرفوا القروش. طيب المواطن يعمل ايه؟ المواطن لما جت زول ده انتهى، ما عيانين الجوع يقتلهم، العطش يقتلهم، لانه حاجاتهم ابى يديهم، حاجاتهم ابى يديهم الزول ده. لو انتم مسلمين القياده فوق، الزول ده انا بتحداه ودونا الاثنين المحكمه. الزول ده كل القروش الميزانيات الحاجات دي ما صرفها. لو في دوله وناس يتحاسبوا الزول ده حاسبه. انا كذاب ودوني المحكمه، حاكموني ما عندي مانع. الاسم درار احمد درار عمر ملقب بشيبه درار. اتحدى الوالده اتحداه، القروش دي كلها قاعده هتروح وين؟ لا انا مراقبين له، ويقول للناس ذاك مجرم وذاك حرامي وذاك اي زول الحاجه اللي في قلبه بيتلعها، عشان في قلبه هو بيتلع الناس بطالين. هو البطال، هو اللي عايز ياخذ الميزانيات، هو اللي عايز ياخذ قروش الشركه وقروش المحليات، لكن ما بتبلعها، ما بتبلعها. ان شاء الله هنوريك في مراجعين. انا اتحدى الزول ده بقيت كذاب افتحوا لي بلاغ، هو كذاب افتحوا له بلاغ لو بقى كلامي صح. انا بتحداه، الوالي الموجود ده انا بتحداه. الميزانيات ما اتحركت، قروش الشركه ما اتحرك. 7 تريليون و700 مليار كل شهر قد تخش الولايه. الميزانيه بتاعت الولايه مخطوطه، الدعم موجود. اللجنه الاولى للاستنفار والمقاومه الشعبيه قروشنا كلها مستلمه هو. كله انا بعرف، انا بفتح فيه بلاغ. لو في مسؤولين اسالوا كلامي ده، هو جيبوه انا جيبوني في المحكمه. قروش اللجنه الاولى للاستنفار والمقاومه الشعبيه انا ما بخليك لها. كله قندران 50. لما يوم 150 مليار قد تخش، فتحت حسابين في بنوك انت تعرفهم، انا ما بخليك عشان تكون عارف. الزول ده شيله برا، الزول ده شيله برا وهجيبوا مراجعين. انا بقيت كذاب افتح فيه بلاغات، هو اللي لقيته الامانه دي ما فيش افتح فيه بلاغات. الزول ده ما يغشكم تاني، الزول ده ما يغشكم. الزول ده غير ما يعمل لكم في فتن يقول لكم ذاك كده وذاك كده، كل اللي يبدي فيه هو. عشان كده دي رساله بسيطه، ونحن نشكر برهان لانه الليله مشى لنا خطاوي كويسه. وصل الوزراء قال لهم اشتغلوا شغل قومي، تحيه خاصه لك، واي وزير ما يشتغل شغل قومي يشيله طوالي. والقنصل هسه ناديته حل فك لنا الشغل ده بتاع القنصليه المصريه. الناس عيانين راقدين في البيوت، خلوهم يسافروا، عزيزين مكرمين. تحيه خاصه لكم. تعالوا فوق، تعالوا فوق، تعالوا فوق، تعالوا فوق، تعالوا فوق، تعالوا فوق. جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد. جيش واحد شعب واحد. لايفات حقتنا الحمد لله قد تجيب الرسائل حقتها. لايفاتنا لايفات حقتنا صواريخ. ايوه الهرب بدايته كلام. هيا خاصه لكم. شكرا بارك الله. كامل ادريس، دكتور كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء، ما تجمع لنا الشباب. الشباب دول 3/4 حريه وتغيير المركزيه. هسه ما تقوم لنا زراعه ثاني، انت ما تبقى لنا حمدوك. اتعامل فقط مع برهان الجابر، مش الاوامر بتاع برهان. ما تجيب لنا تقول شباب تجمع الشارع ده ناس كلهم حريه وتغيير. ما تجمع لنا، ما تفتح صفحه بعدين بكره يقول لك ما دايرين برهان، بعدين بكره يقول لك العسكر ما دايرينه. ما تجيب لنا حاجات زي دي. عندك شعبيه، انت رئيس مجلس الوزراء السودان كله،
تجي تقول انا داير شباب، تجمع عليك ناس من السوق من الشارع، يا زول ما تبقى لنا حمدوك، خطاويك دي ما كويس، انت قاعد تجمع ناس من الشارع كلهم حريه وتغيير مركزيه، ما تجيب لنا مشكله، ما تزرع علينا زراعه جديده بتاعت حريه وتغيير مركزيه، ما تجمع الناس تعرفهم من وين دول؟ دول كلهم حريه وتغيير، هيجوك بجيل الثاني، نحن معاك يا رئيس مجلس الوزراء ونحن المعايير، لا 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 لا، انت ما محتاج لتعيين. برهان جابك بقاك رئيس مجلس الوزراء للسودان كله. طيب دار شنو تنادي اولاد؟ تناديهم لشنو؟ عشان تبقى شنو؟ عشان تقاوم برهان؟ عشان تشتغل ضد برهان يعني؟ دكتور كامل ادريس ما تركب الطريق الخطا، اركب الطريق الصح، ما هوجك لناس، الزول ده اختارك وجابك والشعب قبلك. هسه تنادي ناس من الشارع تقول لهم تعالوا يا شباب انا اشاوركم، تشاورهم في شنو؟ هتشاورهم في ايه؟ انت قاعد تكون حكومتك وانتهيت، هتشاور في شنو؟ في الاكل اللي قاعد تاكل انت براك ولا؟ يعني هتقول لهم انا اكل فول ولا كبده ولا شيء، هتشاورهم في شنو؟ الناس كلهم دول حريه وتغيير مركزيه قاعد تجمعهم انت، ما تفتح لنا صفحه جديده بتاعت حمدوك 2، ما محتاج لشباب ولا محتاج لعجائز. انت من بريطانيا جابوك رئيس مجلس وزراء، هسه اتعامل مع برهان واشتغل شغلك، ما تجمع عليك شباب بكره يقول لك نشيل برهان، هتقول لهم شنو؟ لانه لميته من الشارع، الناس ما بتعرفه، جايين لك بيجيل الثاني، اركب الطريق كويس يا كامل ادريس. ما تجمع الشباب دول، الشباب دول كلهم حريه وتغيير مركزيه. دي نصيحه، انت ما محتاج للشباب، يا اخي برهان جابك، خلاص امشي بتعليمات برهان وامشي اداره برهان. تجمع الشباب دول بكره يقولوا لك العسكر ما دايرينه، هتقول شنو؟ هتمشي الاجنده حقتهم الاساس اللي سقطوا بها، اساس الناس دول حريه وتغيير المركزيه، الشباب اللي انت قاعد تجمعهم يا كامل ادريس. كامل ادريس ما تحفر، لا كون حكومتك واشتغلوا للشعب السوداني. الغولين القنصليه دي، القنصليه دي الشعب السوداني كله انتهى بدون علاجات، بقوا بدون زول بقى يهتم بهم، ما في. القنصليه دي درت الشعب السوداني، يسافروا عادي ما في زول يقف قدامهم، نحن دايرين نفس الاجراءات دي، الزول يشيل المريض حقه يركب الطياره يمشي القاهره يتعالج هناك، ينتهي من العلاج يجي راجع، خليه يتابعوه، يشيل المريض حقه يمشي، خليه يتابعوه لغايه ما يتخرج من المستشفى يرجع طوالي لو انتم خايفين. لكن القنصليه زول جاي في نقاله تجي تقول له تاشيره ما في، الكلام ده ما مقبول. وهسه برهان عايز يحل المشكله دي، تحيه خاصه لبرهان، تحيه خاصه لك يا الرئيس. نحن الطريقه دايرين له ده، اهتم، راقب الوزراء دول، تابع الوزراء دول، زمان ما شغالين، هسه دول خليهم يشتغلوا في المواطنين، بتاع التعليم يشتغل في التعليم، بتاع الزراعه يشتغل في الزراعه، بتاع التنميه يشتغل في التنميه، بتاع اي وزير عنده حاجه خدمه للمواطن يشتغلها، الصحه، التوظيف، عمل لنا المفوضيه بتاعت التوظيف، لجنه الاختيار، المفوضيه بتاعت لجنه الاختيار يا برهان عمل مرسوم جمهوري كون لنا عشان هي اللي قاعد توظف الناس، هي تعرف يا مرفق داير وظائف، عشان كده اشتغلوا لنا للمواطنين، اشتغلوا للمواطنين، انا معاكم، انا اشجعكم، انا اصفق لكم. ركبتوا طريق ثاني زي القطر اللي ما عنده سواق، الرسائل موجوده هناخدها في الارشيف. هسه طريقك يا برهان تحيه خاصه ليك، تحيه خاصه ليك يا برهان، هسه الطريق ركبتها، وريت الوزراء قلت لهم اشتغلوا شغل قومي، ما نفذوا كلامك شيلوا من برا طوالي. وهسه جبت القنصل هتقول له فك الشغل، قنصليه ما دايرين، دايرين الشعب حقنا التعبان اللي يركبوا الطياره يمشوا القاهره، يمشوا الاردن، ما دايرين يمشي عالم يا اخوانا، دي ما دايره مواعيد. يا اخي انا جعان، لو قلت لي تعال المسا ما بقبل، خليك زول ايام تجي تقول له تعال بعد شهرين ثلاثه، الجعان ما يقبل لك. في الفطور يقول لك انا جعان، تجي تقول له تعال موعد العشاء ما بيقبل لك. عشان كده ما تشتغل لنا المستحيل، اشتغل لنا حاجه هسه تنفع المواطن.
الزول المواطن دايرين الناس يشتغلوا في المواطن. هي خاصه لك يا برهان. هسه حلوا لنا الولاد دول، دايرين ولاء مدنيين، دايرين ولاء مدنيين، ده رئيس مجلس وزراء مدني، دايرين ولاء مدنيين، ما تتاخروا، هم الولاء دارين الناس، هم الفتن. هسه انا وبرهان ده قبال الهرب كنا كويسين مع بعض. الوالد ده من ما جاء اشتغل في نص